منتخب مصر يصعد لبطولة أفريقيا بالعلامة الكاملة بعد فوزه على موريتانيا بقيادة حسام حسن. وما أسباب غياب محمد صلاح عن منتخب مصر؟ قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وتعال نشوف. الفراعنة خلصوا حكاية الصعود بالعلامة الكاملة ونأمل استعادة الكأس المفقود في المغرب 2025، والأول مرة في التاريخ منتخب مصر يفوز بأربع مباريات في تصفيات أفريقيا، انتصار زائد شباك نظيفة أمام بوتسوانا بنتيجة 4-0، وكمان فوز على الرأس الأخضر بنتيجة 3-0، وكمان فوز على موريتانيا بنتيجة 2-0 في القاهرة، وفزنا عليهم هناك في موريتانيا 1-0. يعني منتخب مصر ثاني أقوى هجوم ب10 أهداف، وأقوى خط دفاع لم يستقبل أي هدف في أربع مباريات بأربع انتصارات، يعني صعدنا بالعلامة الكاملة. انا شايف بالارقام دي ان حسام حسن مدرب محترم جدير بانه يدرب منتخب مصر بعيد عن الاداء المتواضع، وفعلا لغايه الان حسام حسن لم يختبر امام فريق قوي. بس لو رجعنا بالذاكره هتلاقي منتخب مصر كان بيخسر او يتعادل امام الفرق المتواضعه زي افريقيا اللي فاتت تحت قياده فيتوريا. يعني انا شايف حسام حسن ماشي كويس جدا وناجح مع المنتخب حتى الان، والكوره ماشيه معاه كويس. كنا محتاجين فوز او تعادل امام موريتانيا وفزنا بهدف ابراهيم عادل، هدف اسطوري من اول لمسه ليه من نصف الملعب، شات كوره حلوه تدخل الشباك، جول رائع. شوف كده كمان من قبل نصف الملعب. فاجأنا وفاجأ الجمهور في مباراة كانت مباراة متواضعة بس الهدف حلو جدا. المباراة انتهت بالفوز، نشكر العميد حسام حسن. بننتقد، ايوه بننتقد، بس لازم الانتقادات تكون بناءة لصالح منتخب مصر. لكن اللي بيقدمه حسام حسن مع المنتخب يمكن فنيا مش عاجبنا، نظريا حتى مباريات كتير مش بنستمتع بيها، لكن اهم حاجة بتخلص بالمطلوب وهو الفوز. طالما الكورة ماشية معاه وسالكة هو ده اللي احنا عايزينه. وصلنا لنهائيات كتيرة وكنا بنخسرها، فنيا مش افضل حاجة، لكن الروح اللي بيزرعها حسام حسن بتغطي كتير على كمية العيوب، وهو ده المطلوب انك تفوز في المباريات او النهائيات الكبيرة. لو حصل ده حسام حسن هيبقى حكاية. بالنسبة على غياب صلاح في مباراة مصر ضد موريتانيا في موريتانيا، الناس بدأت تتكلم وتنتقد في حسام حسن ومتضايقين ازاي صلاح يسيب المنتخب. يا صديقي منتخب مصر كده كده كان هيتأهل، وكده كده الماتش مضمون، ومش عايز غير انك تتعادل فيه، فيقعد ليه؟ بالعقل النجيله صناعي، وصلاح قال لك انا ما بلعبش على نجيله صناعي ممكن اتصاب، فخلاص خليه يمشي ويجرب البدلاء اللي عنده، يجرب مصطفى فتحي ناس تانية، ودي مصلحه لحسام حسن يشوف اللعيبه. وحسام حسن قال لصلاح خد بعضك وامشي، ايه المشكله في كده؟ يا جماعه مبابي مع فرنسا قال ما حدش يكلمني غير في الماتشات المهمه، اما الماتشات الوديه والمش مهمه ما حدش يكلمني لان النتيجه بتكون مضمونه. وعبد المنعم لما استدعوه رفض وقال انا عايز اتاقلم مع الفريق، محدش ليه اتكلم. اشمعنى بس صلاح اللي ماسكين له على غلطه؟ وليه دايما عندنا حته ان محمد صلاح بيكره منتخب مصر وما بيحبش يلعب للمنتخب؟ ليه عندنا الحته دي دايما؟ ليه احنا شايفين صلاح ما بيحبش يلعب للمنتخب؟ وليه شايفين ان محمد صلاح مع ليفربول بيعمل كل حاجه ولما يجي المنتخب ما بيعملش حاجه وخايف على نفسه من الاصابه ومش عارف ايه؟ ليه شايفين الحته دي؟ مش عايزين تفهموا ان صلاح في حتة تانية بعيدة عن افريقيا كلها. صلاح من احسن لعيبة العالم حاليا، فمن الطبيعي انه يخاف على نفسه في ماتشات زي دي على نجيلة صناعي، ومن الطبيعي يخاف على مستقبله، ومن الطبيعي انه يعمل كده. دي من وجهة نظري. اما حتة الانتماء فهي موجودة، لما بتعوزه بتلاقيه. وكمان جرب انه يكسر رقم حسام حسن في عدد الاهداف. وتعال شوف الفرق بين لعيبة ليفربول ولعيبة منتخب مصر، وتعال شوف الفرق بين الملعب والملعب، مفيش مقارنة. انا شايف ان صلاح بيعمل كل حاجه مع المنتخب والراجل مش مقصر، والراجل قال لنفسه الماتش مضمون، التعادل او الفوز صعدنا، يعني احافظ على نفسي افضل. وده فكر اي لاعب محترف. حتى حسام حسن قال لي مرموش لو عاوز تلعب او تمشي براحتك، فالراجل قرر انه يلعب. احسن لاعب في فتره حسام حسن واكتر لاعب سجل اهداف هو تريزيجيه، عامل فتره عظيمه جدا اخر سنه مع المنتخب ويستاهل الاشاده. وكمان مش اخر فتره وبس، ده كمان قبل كده اللاعب الوحيد اللي بيعمل كل شيء بروح وعرق مع المنتخب، يستاهل التحية والتقدير. عجبني حسام حسن لما قال أنا ما بحبش الخسارة حتى لو كان ماتش ودي، واتكلم وقال إن المنتخب الموريتاني قوي جدا، وقال إحنا طموحنا كان الفوز، وقال الإعلام المصري لو أنا فزت برضه هينتقدني، أنا اللي يهمني الفوز والتأهل بدون هزيمة، وأحقق المطلوب، وكل احترام ليهم وللسوشيال ميديا اللي دايما بتنتقدني ومستنياني على غلطة. هو فعلا كل المباريات اللي لعبها حسام حسن كانت مباريات ضعيفه، بس طالما عقده الخواجه اللي بيجي يضحك علينا ويمشي، واللي عمرنا ما كسبنا بطوله مع اي مدرب اجنبي، يبقى هنفضل منافسين من الراجل ده حتى لو فضل يكسب. جه وقت اللي لازم الجمهور يقف في ظهر المنتخب الوطني، وكل الدعم لحسام حسن وابراهيم حسن. لو الارقام دي كانت لاي مدرب اجنبي كان زمان المواقع والاعلام بيتغنوا بيها. ان شاء الله حسام حسن هيعمل منتخب قوي جامد، بس نصبر عليه شويه وانتقدوا انتقاد بناء لمصلحه المنتخب. عمر مرموش لعب مباراتين بعد تألقه في أوروبا مع منتخب مصر. بعض من الناس بتقول كلام رضا عبد العال صحيح،
إنه ما بيعملش حاجة لمنتخب مصر. يا جماعة عمر مرموش لعب في القاهرة مع منتخب مصر أمام موريتانيا، كان بيحاول يعمل كل شيء وما توفقش. وفي المباراة التانية مع مصر أمام موريتانيا في موريتانيا أرضية الملعب كانت صناعية، المفروض ما تحكمش عليه ما نكسرش فيه، خصوصا هو تحت الأضواء. وأكيد هتأثر مستواه بعد الإشادة اللي حصل عليه بعد التألق في أوروبا، الأضواء عليه والعين كلها عليه، أكيد اللاعب هيتأثر. بجد مرموش لاعب كبير، وإن شاء الله خليفة صلاح في الملاعب الأوروبية، ونتمنى مصطفى محمد كمان يرجع لمستواه. وكمان زيزو في المباراة ما عملش حاجة خالص. رامي ربيعة متألق في الفترة الأخيرة، يا رب يفضل على كده. وإبراهيم عادل موهبة كبيرة تستحق الإشادة، ربنا يعوضك وربنا يسامح اللي كان السبب في عدم انتقالك لنادي ختافي الأسباني. ومروان عطية لاعب كبير ومتألق هيفيد المنتخب في القادم. ومحمد الشناوي تألق وشال هدف مؤكد. وإن شاء الله حسام حسن يكسب أفريقيا في المغرب 2025 ويسكت المنتقدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.